اخيرا ابل عملت تغيير يعتبر شبه جذري في عالم الايفون وعالم التابلت وعالم الايباد وكل عوالمها الاجهزه الالكترونيه اللي موجوده في العالم، بما يشملها كمان الابل فيجن. ازيكم يا شباب، عاملين؟ رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معانا اخر التسريبات للمؤتمر بتاع ابل الاخير، وهو اللي اسمه WWDC. تحس ان هو جاي من عالم الدي سي كده، واللي هو اصلا بيبقى مخصص ان هي بتعلن فيه التغييرات الجديده اللي بتبقى موجوده في السوفت ويرز بتاعتها في كل المنصات بتاعتها. من الاخر كده ده المؤتمر اللي بيستعرضوا بيه عضلاتهم بتاعه السوفت وير اللي هم بيعملوها كل سنه. وطبعا بالرغم ان هم بيخيشوا في سنين كتير وبتبقى حاجات طبيعيه موجوده في الاندرويد، ولكن المره دي بيبقى فيه تغيير شبه جذري في عالم الموبايل كمان، او عالم كمان الابل عامه، لان هو كمان كل الحاجات دي هتبقى يعتبر مظبوطه او كلها ثابته في كل الانظمه، ايباد او ماك او ايفون، هتبقى موجوده في كل حته. وتعال نبدا باول حاجه وهو الاي او اس. واول حاجه معانا في نسخه الاي او اس الجديده، واول مره في التاريخ ان الاي او اس الجديد مش هيبقى اسمه ال 18 بايونيك، وده يعتبر اكبر تحديث او تغيير في عالم الاي او اس من ايام الاي او اس 7. وان الاي او اس الجديد مش هيبقى اسمه اي او اس 18 ولا حتى كمان 19، الاي او اس 18 نزل، الاي او اس 19 مش هيبقى اسمه 19، هيبقى اسمه 26، هيبقى اسمه على نفس السنه اللي هينزل فيها. والاسم ده مش هيبقى على الاي او اس بس او الابل بس، ده هيبقى على كل حاجه، الواتش او اس والايباد والفيجن برو والاي تي في والماك، كل الحاجات بتاعت الابل زي ما انا ما قلت لك هيبقى اسمها كده السوفت وير بتاعها الجديد. ده غير كمان ان ابل قالت ان هي هتوحد لغه التصميم بتاعت كل الحاجات وكل الاجهزه اللي موجوده عشان كلهم يكونوا اسطمبه واحده، ودي حاجه اول مره ابل تعملها اصلا في الحياه. ده غير كمان ان السوفت وير ده كمان اصلا هيجي بحاجه اسمها ليكويد جلاس، يعني انت عندك ابلكيشنز وكمان الويدجت واي حاجه موجوده في الاعدادات او اي حاجه شغاله بوب اب او اي حاجه موجوده في السوفت وير حرفيا هتفتحها هتلاقي ان هي جايه لك بالطريقه كده، تحس ان هي معموله زي الكريستاله، حاجه كده من الزجاج اللي تحس ان هو سائل شويه كده. ده غير كمان طبعا ان هو هيجي لك بكورنرات مشطوفه كده تحس ان هي جايه لك 3 دي، وهيبقى ده برده منطبق على كل حاجه في الاجهزه، ماك، موبايلات، كل حاجه، كل الحاجات دي اللي بكلمك عليها هتبقى منطبقه في كل الاجهزه. ده غير كمان ان الهوم سكرين هيبقى على شكلها على شكل زجاجي. ده غير كمان ان الهوم سكرين هنا هتقدر تلاقي ان الساعه هتلاقي ان هي بتعمل دمج، او ان هي تقدر ان هي تتماشى مع الصوره اللي انت هتحطها، وتقدر ان هي يعني تبقى طويله تبقى عريضه، تعمل شكل تصميم شيك على الصوره ذات نفسها. ودي طبعا برده دي حاجه كويسه جدا موجوده في الموبايل، ان انت عندك كمان هنا الليكويد جلاس دي هتبقى موجوده حتى كمان في الهوم سكرين. كل حاجه موجوده في السوفت وير هتبقى راوندد مش حاده، مش هتبقى في حاجه فلات خالص. وكمان الوضعيه دي هتبقى شغاله كمان على الدارك مود. وكمان هنا تقدر تعمل على الخلفيه 3 دي، يعني لما تيجي تحرك الموبايل يمين وشمال تقدر ان انت تحس ان هي ماشيه معاك كده زي الموناليزا عادي جدا، برده حركه لذيذه الصراحه. ده غير كمان ان هنا شكل الكاميرات كمان يعتبر السوفت وير بتاعها اختلف. في الاول لما انت كنت بتيجي تفتح الكاميرات بتلاقي ان ايه الفيديو، وبعد كده الكاميرا، وبعد كده البانوراما، وبعد كده سلو موشن، وبعد كده مش عارف تصوير ايه ومش عارف تصوير ايه. لا دلوقتي اللي بقى بيظهر لك خانات بسيطه جدا، 3 خانات ولا خانتين، ولو انت عايز حاجه زياده بتخش بقى على المور عشان يفتح لك الحاجات الاضافيه، يعني خلك الشكل بتاع الكاميرا يكون سيمبل اكتر. وبرنامج المعرض او الايمجز هو يعتبر رجعوه للشكل بتاعه القديم بتاع الابل. ولو انت عايز تاخد الكوليكشن فانت هتدوس بالخانه من على الشمال كده، هتلاقي ان في خيار تاني الناحيه الثانيه على الشمال او على اليمين على حسب لغه الموبايل اللي انت هتعمله، هتلاقي عندك الكوليكشن بتاعه التصوير كلها. دي يعتبر الحاجه الجديده اللي هم عملوها في الجاليري، وان هي شغاله بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي. غير كمان ان الشاشه هنا بقى فيها حركه حلوه جدا وحركه جميله، ومش بنشوفها الصراحه غير في بس اللي هي الحاجات الجرافيك، اللي هو تلاقي ان الشاشه واخده كل الحواف او كل حته في الشاشه، ودي حاجه اسمها الويب بيج. يعني انت مثلا لما تيجي تفتح صفحه على الويب سايت او اي حاجه هتلاقي ان هي واخده الصفحه بالكامل، مفيش اي بقى حواف سودا من فوق ومن تحت، هتلاقيها واخده الصفحه بالكامل. وطبعا ده بيديك يعني ان انت مستحوذ بالفعل على الشاشه كلها، مش في برامج مثلا معينه بتستحوذ على الشاشه كلها وفي برامج لا، لان كل البرامج بتستحوذ على الشاشه وتقدر تستغل مساحه الشاشه الكبيره اللي موجوده في الموبايل. يعني من بعد كده مش هيبقى في حاجه اسمها حواف خالص. ده غير كمان هنا النوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل كمان هنا هم فصلوها بطريقه حلوه، يعني هم دلوقتي خلوا ان انت تقدر تشوف النوتيفيكيشن المفضله بتاعتك، اللي انت لو انت عامل نوتيفيكيشن على الفيفوريت فتقدر ان انت تشوفها بطريقه مفصله، الحاجات اللي انت حاططها في المفضله، والحاجات اللي انت مش عايزها كمان حطوها في حاجات كده زي البلاك ليست ان هي ما تجيلكش خالص. فدي برده حاجه هم قدروا يقسموها في النوتيفيكيشن علشان يشوف لك النوتيفيكيشن المهمه من اللي مش مهمه. وبرده عملوا حاجه ثانيه في السوفت وير موجوده في الموبايل، وهو ان انت عندك حاجه اسمها الكول سكريننج، وده عباره عن ان دلوقتي الابل لو جالك اي مكالمه على التليفون يقدر هو يرد مكانك ويشوف تفاصيل المكالمه دي هي عباره عن ايه، واللي بيكلمك ده بوت ولا بني ادم، وبعد كده بيديك تفاصيل عن المكالمه ويقول لك هي بيتكلم عن ايه، وفي الاخر انت اللي بيبقى عندك الصلاحيه عايز ترد عليها ولا ما تردش. يعني انت مثلا لو جالك اعلان زي بتاع المباني واللي هو فيه شقه مش عارف بكام مليون والحاجات دي كلها وانت مش عايز ترد، فهو الذكاء الاصطناعي يقدر يرد عليها ويقول لك التفاصيل بتاعتها، وفي الاخر انت هترد عليها ولا تكنسل. وعندك برضه حركه جميله جدا جدا جدا
جدا موجوده في السوفت وير، ما شفتش حد عملها قبل كده الصراحه، ممكن يكون حد عملها بس انا ما شفتش. وحاجه اسمها هولد اسيست، ودي معناته ان انت مثلا لو بتتكلم خدمه العملاء لاي شركه وهو مثلا حطك على الويتنج والحاجات دي كلها، فطبعا بيشغل لك موسيقى، فهو ساعتها الذكاء الاصطناعي بيعرف ان هو حط لك موسيقى وحطك على الويت، فهو بتلقاء نفسه بيشيل لك الموسيقى وبيخليك تخرج بره المكالمه تعمل اي حاجه، واول ما يشوف ان خدمه العملاء رجعتك تاني على الخط بيقول لك، بيعمل لك انذار كده او بيعمل لك رنه ان هو رجعك تاني على الخط عشان تروح تكلمه. يعني هو بيخليك ان انت تنتهز الفرصه وتروح تعمل اي حاجه لو انت مشغول، فتبقى دي حركه الصراحه حلوه جدا. ده غير كمان لو انت مثلا بتتكلم مع واحد تاني اجنبي مش بنفس اللغه بتاعتك، فتقدر ان انت تعمل له ترجمه فوريه، فتقدر ان انت تسمعه باللغه بتاعتك. يعني مثلا لو واحد انجليزي فانا ممكن اترجم له، اسمعه بالترجمه العربي فاسمعه بالترجمه العربي على طول، وكذلك هو كمان. وكمان الترجمه دي شغاله كمان على الفيس تايم، يعني مش شغاله كده وخلاص، هيطلع لك كده اكنه سكريبت زي الحاجات بتاعت الكاميرات. وبرده لو انت عندك اي موسيقى او اي بلاي ليست انت مثلا عايز تعرف الموسيقى دي الترجمه بتاعتها ايه، يقدر برده يجيب لك الترجمه بتاعت الاغنيه كلها. ده غير كمان هنا ان الذكاء الاصطناعي هنا كمان دخل في الجي بي اس، ان هو يقدر يشوف المكان المعين اللي انت رايحه ده، لو انت بتروحه كل يوم يقدر ان هو يديهولك بقى بعد كده باقتراح، ويشوف لك ايه المكان المختصر وايه المكان اللي ما فيهوش زحمه، ويقول لك ان انت تمشي فيه على طول من تلقاء نفسه. ومثلا لو انت ماشي في الطريق ولقيت محل مثلا بتاع حاجه عجبتك، موبايلات او احذيه او اي حاجه عجبتك، فانت مثلا عايز تحفظ المكان ده ومش عايز تنساه، فتقدر ان انت تخش على الجي بي اس وتعمل حفظ للمكان اللي انت واقف فيه، وبعد كده لما تيجي تخش على الخريطه تاني وتمشي في نفس المكان هتلاقي ان هو طالع لك على طول حاجه بارزه كده اكنه زي النجمه اللي انت حطيته يعني في المفضله اللي انت بتقول ان في مكان هنا انا حبيت ان انا اعرفه عشان ما تنساهوش بعد كده. فطبعا دي برده حركه حلوه جدا. ومثلا لو انت شفت حاجه على النت عامه وانت عايز تشوف حاجه شبيهه ليها او حاجه زيها بالظبط، فتقدر ان انت تعمل لها سكرين شوت، وبعد كده بيطلع لك حبه اوبشن تقدر ان انت تختار منها ان هو يبحث لك عن حاجات شبيهه ليها، سواء ساعه، سواء مثلا جاكيت او قميص او مايك او اي حاجه، يقدر ان هو يجيب لك الحاجات الشبيهه ليها. وطبعا دي برده حركه كويسه جدا. والصراحه طبعا شات جي بي تي هنا برده شغال بشكل ممتاز جدا، ولكن سيري لغايه دلوقتي مبهمه ما لهاش اي تحديثات. هم قالوا ان هم هيتكلموا على سيري في مؤتمر لوحده وحاجات كده هيعملوها لسيري هيبقى قويه، ولكن لغايه دلوقتي هم لسه ما اتكلموش عنها في اي حاجه. بقى كمان انت عندك برنامج مخصص للالعاب عشان تقدر تشوف السكور بتاعك او الاتشيفمنت اللي انت عملتها في اللعبه دي لوحدها كده. بقى عندك حاجه زي الجوجل بلاي بتاع الاندرويد، تقدر تشوف السكورات بتاعتك والحاجات اللي انت عملتها في كل لعبه والتطور اللي انت وصلت فيه. واللي ابهرني اكتر صراحه في المؤتمر ده اللي خلاني اعمل عليه فيديو، ان دي من المرات النادره اللي اشوف فيها الايفون حب يبتكر حاجات من دماغه، مش فكره ان هو بيقلد الاندرويد وخلاص، لا هو المره دي حب ان هو في حاجات عملها الاندرويد عاملها من زمان، ولكن هو حب كمان ان هو يبتكر حاجات زياده. ودي حاجه كويسه، اللي انا دي الحاجه اللي بتضايقني من الايفون، اللي انت بتحاول ان انت تجيب الحاجات اللي موجوده في الاندرويد وتحطها في الايفون، وبتحاول ان انت تعرف الناس ان هي اكنك انت اللي اخترعت التيتا، وهي مش التيتا ولا اي حاجه، هي موجوده من قبيل الازل موجوده. ولكن المره دي فعلا في تغييرات كويسه من التغيير ده والتغيير السنه اللي فاتت من اول تايب سي، وانا شايف ان في تغييرات كويسه. الحاجات اللي انا شايفها في التغييرات الجذريه اللي هتبقى موجوده في الايفونات الجديده او في النظام عامه الاجهزه كلها اللي هيبقى موجوده، هيبقى اكيد حاجه جميله. ومستنيين بقى لما ينزلوا نشوف الحاجات الحماسيه دي هتوصل لايه. واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم انتوا في التحديثات دي، هل فعلا هي تحديثات جذريه ولا تحديثات اي كلام؟ اكتبوا تحت في الكومنتات عشان نتناقش في الموضوع ده. وستنوا فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. كان معاكم عمر هاني، في امان الله.